مصر رفضت كل محاولات أمريكا علشان تاخدها، حاولت مع السادات ومبارك، ولكن الكل قال لا، لغاية ما الرئيس عبد الفتاح السيسي حولها لأهم منطقة في مصر ومفتاح قوة كبيرة تقدر منها تسيطر على الخليج والقرن الإفريقي في دقايق معدودة. وده اللي حصل مع برنيس على البحر الأحمر، اللي بدأت كميناء تجاري في العصور البطلمية وبقت دلوقتي قاعدة عسكرية ضخمة جدا افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي من حوالي 5 سنين. ولكن ليه أمريكا كانت عايزاها وليه مصر رفضت بشدة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في التقرير ده. القصة بدأت من حوالي 275 قبل الميلاد، لما البطالمة أسسوا ميناء على الساحل الجنوبي الشرقي لمصر أطلقوا عليه اسم برنيس الذهبية، منسوبة للملكة برنيكي أم بطليموس الثاني. وكان الميناء وقتها محطة للتجارة بين الهند والجزيرة العربية ومصر، وكان بيتم فيه نقل البضائع الغالية زي التوابل والأحجار الكريمة والذهب اللي بيتجمع من مناجم جبل العلاقي إلى قريب. وده خلى برنيس تبقى واحدة من أهم موانئ البحر الأحمر في العصور القديمة. ومع مرور الزمن فضل المكان نقطة مهمة للتجارة، وبعدين بدأ يظهر اسمه في كتابات اليونانيين اللي كانوا بيسموه ميناء أهل الكهوف. وده بيوضح قد إيه كان له قيمة حتى في عصور ما قبل الميلاد. ولكن أهميته الاستراتيجية زادت بشكل كبير في العصر الحديث لما تحول لمسرح حسابات سياسية وعسكرية بين القوى الكبرى. في ستينات القرن العشرين ظهر اسم برنيس مرة تانية في قصة غريبة، وده لما الزعيم السوفيتي خروشوف جه مصر لحضور احتفالات السد العالي وقرر يسافر بحر. ولما اتحرك من البحر الأسود للمحيط الهندي ومنها للبحر الأحمر كان لازم يلاقي أقرب نقطة يرسو فيها، وده طبعا قبل ما يروح أسوان. فاختارت البعثة العسكرية المصرية منطقة برنيس وبنت مرسى، ومهدت ساعتها طريق يقدر ينقله بالطيارة لحد أسوان. ومن هنا دخلت برنيس تاني في المشهد الدولي. بعدها حصل اهتمام أمريكي واضح بالمكان، لأن الجيش المصري استخدم الميناء لنقل قوات من اليمن لمصر قبل 1967. ومن ساعتها واشنطن ابتدت تعتبر برنيس أقرب نقطة ممكنة لأي عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، مقارنة بقواعد بعيدة زي غوام في المحيط الهادي أو سوبيك في الفلبين، وحتى ديغيو في غارسيا اللي رغم قربها النسبي من هارمز ولكن مساحتها صغيرة وما تقدرش تلعب دور مؤثر. تقارير وقتها قالت ان القاعدة في بيرنيس هتوفر وقت نقل لا يزيد عن 10 ايام بس من امريكا لمسرح العمليات، مقابل 17 يوم من تركيا و22 يوم من كينيا و77 يوم من امريكا ذات نفسها. وده كان سبب ان امريكا فضلت تضغط على مصر في عهد السادات وبعدين مبارك علشان تقيم قاعدة هناك، ولكن بعد كل المحاولات دي اتقبلت بالرفض. امريكا عرضت اشكال متعددة، منها قاعدة مشتركة او استخدام دوري او حتى تأجير لسنوات محددة، وكانت بتقدم وعود اقتصادية وتسليحية مقابل ده. ولكن مصر كانت متمسكة بمبدأ عدم السماح بوجود قواعد اجنبية على اراضيها، وده فضل موقف ثابت لحد دلوقتي. التحول الحقيقي جه مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء قاعدة عسكرية مصرية بالكامل في برنيس بتمويل مصري وسواعد مصرية. القاعدة دي بقت دلوقتي أكبر قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وتاني أكبر قاعدة في مصر بعد قاعدة محمد نجيب في المنطقة الشمالية. القاعدة دي بتضم موانئ عسكرية ومدنية ومطارات ومخازن وأسلحة حديثة، وبتخلي الجيش المصري قادر يتحرك بسرعة في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي سواء ناحية البحر الأحمر أو القرن الإفريقي. الأهمية الاستراتيجية لبرنيس جاية من موقعها الجغرافي، لأنها أقرب نقطة بحرية من مصر والسعودية وأقصر مسافة طيران بين مصر والخليج، وكمان نقطة عبور مباشرة لإفريقيا الشرقية والبحر العربي والمحيط الهندي. يعني اللي يسيطر على برنيس يقدر يربط بين قارتين ويغطي 3 بحار استراتيجيين والمحيطين الهندي والأطلنطي. برنيس النهاردة مش مجرد قاعدة عسكرية، ولكن كمان رسالة سياسية للعالم إن مصر قادرة تحمي أمنها القومي على البحر الأحمر وتشارك في تأمين خطوط الملاحة العالمية، خصوصا مع أهمية قناة السويس. وده بيخلي القاعدة عنصر تكاملي مع باقي
في البنية التحتية العسكرية المصرية. القيمة الأكبر إن مصر قدرت تحقق ده من غير ما تسمح بأي وجود أجنبي، وده بيعزز استقلال القرار العسكري المصري، وفي نفس الوقت بيرفع تصنيف الجيش المصري اللي بقى من أكبر الجيوش في المنطقة. وخليني أقول لكم إن هو مش بس في العدد لكن كمان في البنية التحتية اللي قادرة تدعم عملياته. اللي حصل في برنيس بيؤكد إن المكان اللي كان زمان ميناء للتجارة والذهب دلوقتي بقى مركز استراتيجي بيجمع بين التاريخ العريق والقوة العسكرية الحديثة، وده بيدي مصر ورقة قوية في حسابات التوازن الإقليمي والدولي.